مساء الخير عليكم عشاق وجماهير النادي المصري في كل مكان. مباراة اليوم المصري وزيسكو الزامبي تحت عنوان بعد حبس الأنفاس المصري يتأهل لدور الثمانية في الكونفدرالية، على رأي محرم فؤاد في أغنيته الشهيرة زي ما أكون عطشان وشربت. عموما ألف مبروك لجمهور النادي المصري العظيم اللي بيساند فرقته في كل مكان، وكان ليه مفعول السحر النهاردة في فوز النادي المصري، وحمل النادي المصري شد من أزارهم بحيث ان هم يفوزوا، والحمد لله الفوز 2-0. هنقول فوز ومباراة وعدت، بس كلمة في إذن لاعبي النادي المصري. النهاردة الفرقة مش جامدة، انت بعد كده هتخش على معترك يعني من نار. دور الثمانية فرق جامدة، فلازم تخطط وتبقى عامل حسابك سواء المباراة هناك او هنا. احنا فزنا بعد يعني ما خلاص بشق الانفس، يعني جبنا الجونين مع ان المفروض نخلص في بداية المباراة. عموما بنقول الف مبروك للجمهور العظيم، والف مبروك للاعب النادي المصري والمدرب الكوكي، ولازم نركز في المباراة القادمة. احنا خلاص كل تفكيرنا اللي احنا نوصل لدور الثمانية في بطولة افريقيا، نركز بقى وذهننا لبطولة الدوري العام، نركز تركيز جامد عشان برضو المركز الرابع ما يروحش مننا، ونلعب بهدوء وبدون عصبية. ولسه قدامنا، انت لسه قدامك 5 مطوشة، والخمس مطوشة مش جامدين. العب وحاول تجيب ال 15 نقطة بتوع الخمس مباريات، ومش صعبة صدقوني. سبق وقلت لكم انتوا عندكم لعيبة كويسة بس تصدق نفسها. النهاردة هنتكلم عن المباراة، كل اللي هنقوله ألف مبروك. مباراة كانت يعني مش هنقول صعبة، كانت مهمة جدا، مهمة جدا في الفرق بتاع المصري، لأن بصراحة النهاردة المصري لو كانت عادل أو اتغلب كان هتقول انتهاء الكرة في النادي المصري. فالحمد لله المباراة دي كانت الفيصل، فاحنا بنقول مبروك. واللعيبة دي يعني لعيبة عندها كتير، ادوا للنادي المصري. مستر كامل ابو علي ما بيبخلش عليكم، فدوا للنادي المصري وهاتوا البطولة. العبوا وهاتوا البطولة، والعبوا برجولة وأداء. عموما في النهاية بقول ألف مبروك، والحمد لله على وصولنا لدور الثمانية. شكرا.